الأخبار الموجزة اليوم السبت. قام المساعد الاقتصادي لرئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر ووزير الأشغال العامة الملا محمد عيسى الثاني والعديد من المسؤولين الآخرين في الإمارة الإسلامية ببدء إعمار الطريق البالغ طوله 27 كيلومترا من منطقة أرغندي إلى دوراني بازار من طريق كابل قندهار السريع. أكد وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا في لقاء مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية عبيد الرحمن نظامي والوفد الموافق له في كابول على تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية الثنائية على أساس الاحترام المتبادل مع جيرانها. بدأت عملية توريد الأدوية إلى أسواق البلاد من مصنع سنوفارما الذي تم بناؤه حديثا في مقاطعة قندهار. التقى وزير الحج والأوقاف برئيس المنظمة العالمية للعالم الإسلامي. أجرى وزير الحج والأوقاف الشيخ نور محمد ثاقب خلال الزيارة نقاشا مفصلا حول التعاون الثنائي في المجالات الدينية والعلمية وحل مشاكل الأمة الإسلامية والحفاظ على الهوية والمكانة للأمة الإسلامية وتعزيزها. صرحت وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية أنه يتم تنفيذ 269 مشروعا حاليا في مختلف مقاطعات البلاد. حسب تصريحات بلدية كابول، قام مسؤول المنطقة 12 بجمع ومصادرة 300 مكبر صوت من أجل منع التلوث الضوضائي من المناطق ذات الصلة بالمنطقة المذكورة. تم نقل 60,018 طنا متريا عبر سكة حديد أفغانستان في الأسبوع الماضي.